تعالوا نجرب حاجة مع بعض. دي الإزازة دي الحياة، واللي جوه ده انت. لو عملت كده وقلت لك رجعلي شوية المية دول في الإزازة اللي هي حياتك اللي فاتت، هتعرف ترجعها؟ في ناس هتقولي استحالة، وفي ناس هتقولي ممكن. تعالى نتكلم بقى. لو جيت قلت لك تعالى نرجع المية الحبة اللي وقعوا دول في الإزازة تاني، انت فعلا ممكن تقدر، مش استحالة خالص. بس لو رجعناهم مش هيبقوا كلهم، هيبقى عليهم أتربة ومطربين قوي. المية مش هتبقى نظيفة أو زي ما الإزازة كانت متزيحة. ده بالظبط انت، ده بالظبط حياتك. الوقت اللي انت بتهدره مع شخص ما وبتقوله انت كل حياتي وانت كل حاجة في حياتي، وبعد ما يسيبك ويمشي اول امنية بنبقى نفسنا فيها انا نفسي ارجع زي قبل ما عرفته. احنا ما بنرجعش زي قبل ما نعرف حد، لان اللي تاخد مننا حبة المية اللي وقعوا ده طاقة، مجهود، وقت، مشاعر، احاسيس، فكر، حاجات كتيرة قوي اتاخدت في المرحلة حبة المية دول وقعوا اللي هو انت. فبشوف انا هدرت وقت ما كانش ببلاش، ما كانش ببلاش خالص، ده كان مني انا. فما بزعلش عليه، لان دخوله في حياتي كانت بدايتها قبول وانشراح علشان تبدأ مرحلة الحب اللي هي المفروض كانت موجودة. وبعد كده الحياة بدأت جحيم، بس مش من أولها كانت جحيم، وإلا لو كانت من أولها عدم قبول عدم راحة أنا ما كنتش دخلت في العلاقة دي اللي أنا حزين عليها قوي، إن أنا زعلان عليها قوي. علشان كده وقتنا اللي بيتهدر بناخد منه اللي يفيدنا، باخد من الماضي الباست بتاعي اللي يفيدني، اللي يخليني أشوف أنا اتعلمت منه إيه، استفدت منه إيه، دخوله في حياتي كان ليه، أنا عايزة منه إيه، لو هو رجع إيه اللي هيطمني، إيه اللي هيخليني أحسن، ليه بقول إن أنا عايزة أرجع قبل ما كنت معاه. هو مش علمني حاجات؟ هو وجوده في حياتي مش اداني حاجات؟ مش خلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف؟ فشكرا، شكرا ليه. مش هفضل عايشة على ذكراه، مش هفضل عايشة على اللحظة اللي احنا سيبنا فيها بعض، او مشاعري وقفت على كم الذكريات الحلوة. هو ازاي يسيبني كده؟ سابك او سابتك عادي، خلاص. فباخد منه الحاجات الحلوة اللي انا اتعلمتها عشان انا انضج، عشان انا اكمل. عشان كده الحياة بتديك درس وبتاخد منك، بس في نفس الوقت هي بتقولك الدرس فهمته، اتعلمته صح، عرفت ايه اللي ليك وايه اللي عليك، عرفت انا قدمت لك ايه، عرفت وقتك اتهدر في ايه. لما تعرف ده انت مش تبقى عايز ترجع القديم، انت عايز تبقى احسن من القديم، لانك نضجت بمشاعرك، لانك وعيت، عندك زي ما نقول كده ايه experience فهمتك ايه المعايير اللي انا عايزها، ايه الحاجات اللي انا كنت رافضها، ايه الحاجات اللي كانت مضايقاني من نفسي، ايه الصفات اللي الطرف التاني كان بيرفضها فيا. بدأت اوعى، فما برجعش. انا دلقت من وقتي، الوقت ما بيرجعش، دلقت من طاقتي، الطاقة ما بترجعش، بتتجدد بس مش هي بترجع. فما ينفعش تفضل هاين نفسك. الانهيار والوجع والتعب وكم المشاعر اللي انت شايلها للشخص الثاني، هل هو حاسس بيها؟ خالص ولا اي حاجة. ممكن يكون بيفتكرك لحظاته كانت جميلة لكن هو مش عايش نفس اللي انت عايشه، ولا متألم نفس الألم اللي انت متألمه. فانت مستفاد ايه؟ ولا اي حاجة. خد وقتك، خد وقتك على قد ما تقدر، بس ما تفكرش انه اللي راح بيرجع، اللي راح ما بيرجعش، لانه خلص وبدأنا حاجات جديدة وبرضه خلصت، وهنرجع نبدأ حاجات جديدة تانية وبرضه هتخلص. فأنا اللي واقف، مفيش حد غيري واقف، مفيش حد غيري ما بيتحركش. مشاعري معاه خليها معاه، ما تضغطش على نفسك اللي هو دونت بوش. لا، أنا مرحلة التشافي من أي مرحلة في حياتنا طبيعية جدا، وكلنا اتعرضنا لصدمات وكلنا بنبقى عايزين نتشافى، بس ما بيتمش التشافي مرة واحدة، لأن التشافي جزء كبير قوي في الحياة، جزء طبيعي. انت لما بتتخبط وفي بوز اي حاجة مثلا في البيت وانت حافي وتلاقي الدم نطر من كل حتة وانت اتخضيت على نفسك،
بنعالج مثلا الصباع اللي اتخبط، بنعالجه، بس مش بفضل الأيام الجاية كلها أنا عيني على الصباع. أنا بشوف المرحلة اللي هتستطيع التشافي دلوقتي وببدأ أغير عليه، بس ما مسكتش الجرح كله وشفت وصل لفين. تشافي طبقات. فحتة إن أنا كل ما بتطلع طبقة على الوش عايزة تتشافى أغرقها وأعيش في دور الفيكتيم، الضحية، إنه أنا جه عليا قوي، أنا قدمت كل حاجة. ما بين ان انا المسؤول وانا الضحية فرق كبير قوي. بحر كبير قوي، بحر كبير ملوش اخر، محيط كبير ملوش اخر. الاولى انا المسؤول، فيها ارتقاء بالنفس، نضج، وعي. انا الضحية على طول، انا الضحية، انا اللي مفعول به، دي تدمير للذات، وهتفضل تغرقها لحد ما هتاخدك وهتنزلوا القاع. فانت مش مستفاد اي حاجة، مش مستفاد اي حاجة. فابدأ راجع حساباتك وبص على المية اللي انا دلقتها في الاول، وتفرج على نفسك فيها، وشوف الحياة بتقدم لك ايه. عشان حقيقي لو الدرس اتعاد عليك تاني هو بشخص شبيه للي فات، بس الفكرة كلها ان ملامحه متغيرة، دي بتبقى ضربة وحشة قوي، ومش بتعور تعوير عادية، دي بتخليك تخش في اضطرابات نفسية، بتخش في اكتئاب، بتخش في حاجات انت اصلا في غنى عنها. الفكرة كلها انك محتاج تفهم نفسك، محتاج تشيل المسؤولية شوية في مشاعرك، ان انا كنت مسؤول عن ده، انا اللي كنت بدي، انا اللي كنت بعمل. فهي الفكرة هنا لو قدرت توصل لده هتبدأ تحافظ ان كل جزء في حياتك انت بينزل انت بتبقى عارف انت استفدت منه ايه، وانه ما راحش هدر، لان مفيش حاجة بتروح هدر. كل حد بيدخل حياتنا بيدينا رسالة مهمة قوي، والغبي اللي ما يفهمهاش، الغبي اللي مغمض عينه على الحقيقة.